السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان قرب اهو. حبيت ان انا اشارك معاكم فيديو مشترياتي لرمضان وبالاسعار كمان. بس قبل ما نبتدي الفيديو صلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنسونيش في اللايك واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. فيديو المشتريات بتاعي هو منقسم لشقين. الشق الاول زي ما انتم شايفين ده زيت التومين. انا جبت مشتريات وكمان جبت تومين الشهر ده. هعرفكم بقى التومين. كنت جايبه 4 ازايز زيت. طبعا التومين مش هقدر اقول اسعار لاني زي ما انتوا عارفين هو بيبقى مدعم يعني. وجبت 5 كيلو سكر، وجبت كمان 3 كيلو من الدقيق. الدقيق ده اسمه السنبلة. حلو جدا في المعجنات والكيكات. وجبت كيس لبن بودرة، وكمان جبت علبتين من الجبنة. هي اسمها جبنتي. انا جربت النوع ده. النوع ده حلو جدا، عجبني يعني بصراحة، فجبت منه. وزي ما انتوا شايفين دي بقى من المشتريات. احنا خلصنا كده خلاص التومين. جبت رز 5 كيلو الشكارة دي ب160 جنيه. وجبت كمان زي ما انتوا شايفين مكرونة اللي هي الصغيرة دي ب15 جنيه الكيس. وجبت كيس لسان عصفور. جبت من الصغيرة دي 4. طبعا انتوا هتلاقوا في الفيديو دي كمية مكرونة كبيرة لان احنا أسرة بتحب المكرونة جدا يعني. ما بنقدرش نستغنى عنها في يوم. لو ما فيش مكرونة في يوم تحس ان اليوم كده ناقصه حاجة. فزي ما انتوا شايفين كده انا جبت 2 خواتم اللي هي المقصوصة، و2 فرن، و2 شعرية. وكان في واحد لسان عصفور عندي كنت فاتحاه، جبت واحد عليه كمان وخلاص. وجبت اللي هو زي ما قلت لكم ال4 الصغيرة دي، و3 من الاسباجيتي. الحاجات دي كلها كان الكيس عامل 15 جنيه. جبت هنا كمان سمنة روابي بالقشطة. هي عاملة 160 العلبة. بصراحة هي جميلة جدا يعني، حتى بتعملي بيها الجلاش بتديله طعم حلو قوي. جبت هنا كمان زي ما انتوا شايفين كده برطمانين صلصة. البرطمان عامل 20. نوعها حلو الصلصة دي، اسمها عين. وجبت هنا ربع عدس اصفر وربع عدس بجبة. وكمان جبت نص فول. قلت ان شاء الله يعني جبت نص بس، قلت اجربه كده معاكم وندمسه مع بعض، عشان بصراحة ده اول مرة اعمل فيه فول مدمس. بس سامحوني بقى مش فاكرة الاسعار بتاعت العدس والفول. جبت 2 كيلو دقيق. الكيلو عامل 24 جنيه. جبت كيس الملح ده 2 كيلو. بصراحة فعلا كيس التوفير. ال2 كيلو دول الكيس ده ب10 جنيه. حلو قوي بصراحة، عجبني. وكمان جبت علبة مرقة ب45 جنيه. برضو يعني تحس ان هي فيها توفير. جبت برضو زيت بس جبته سايب. بيبقى كيلو كامل. جبت بقى 2 كيلو. الكيلو عامل 72. يعني جبت 2 كيلو بس، قلت يعني ايه مع ال4 ازاز زيت اللي انا جبتهم من التومين. جبت برضو هنا كرتونة بيض. طبعا دي اكيد مش هتستنى لحد رمضان، لان احنا كده كده في اليومين دول اصلا بنصوم يعني، فهنستخدمها من دلوقتي عادي مفيش مشكلة. كنت جايباها ب120 جنيه الكرتونة. بإذن الله لما تخلص بقى نبقى نجيب غيرها. جبت هنا باكيتتين سكر. طبعا انتوا عارفين رمضان يعني سكر، حلويات بقى عصاير، فبيبقى استهلاكنا في السكر كبير شوية. جبت بقى الباكيتة كانت عاملة 260. هي زي ما انتوا عارفين بتبقى 10 كيلو ب260. هتشوفوا بقى دلوقتي هنزل بس السكر كده من على المكرونة عشان طبعا تقيل فما يكسرهاش. زي ما انتوا شايفين بقى كده هبتدي ان انا ارص معاكم المكرونات دي في الضرفة وكده، وننظم كده الحاجات اللي هتتشال ونشوف بقى هنستخدم منها ايه دلوقتي. هنا نسيت اقول لكم ان انا كنت معايا برضو علبتين كده من الشاي، جايباهم صغيرين لان احنا ما بنستخدمهوش كتير يعني. مش بنستخدمه بطريقة مستمرة.
زي ما انتوا شايفين انا فضيت كده الذرة ونضفتها زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بقى ان انا ارص فيها الحاجة. هنا بقى هبتدي في اول رف ده هحط فيه كل المكرونات، اخلي الضرفة دي للمكرونات بس. ممكن بقى لو لقيت مثلا مكان ابقى احط فيه حاجة تانية مفيش مشكلة. زي ما انا قلت لكم كده احنا بيت بيحب المكرونة جدا يعني. بس لو النهاردة عملنا مكرونة بشاميل بكرة يبقى مكرونة بصلصة، بعده يبقى مكرونة محمرة كده. بنحبها جدا بصراحة. عايزة اقول لكم بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وكمان فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وشجعوني كده عشان بإذن الله انزل لكم فيديوهات الفترة الجاية تكون ان شاء الله متحمسة كده وتنظيف، وكمان داخل علينا رمضان بقى عايزين نخلص الشقة ونفرشها على طول. خلاص زي ما انتوا شايفين انا رصيت اهو المكرونة كلها. ده كيس اللبن البودر اللي كنت جايباه من التومين. حطيت برضو الشاي هنا، يعني قلت مش هياخد مساحة كبيرة يعني. نزلت بقى على الرف اللي تحتيه حطيت فيه الرز زي ما انتوا شايفين. طبعا لما اجي بقى افتح الشكارة ان شاء الله هبقى افضيها بقى ايه واحطها في اكياس صغيرة، ممكن اخد على قد استعمالي واشيل بقيتها يعني كده. رصيت كمان الزيت اهو. هحط كمان كيس الملح، وبعد كده بقى هجيب بطرمانات الصلصة. حطيت الدقيق هنا برضو اللي هما الاتنين كيلو اللي كنت جايباهم سايب. انا جايبه السايب ده علشان برضو لو مثلا استخدمناه في تحمير البانيه اي حاجه يعني هنحمر بيها، والدقيق ده بقى للمخبوزات والكيكات والحاجات دي يعني. حطيت اهو زي ما انتوا شايفين الصلصه، بس هرجع اعمل تعديل كده في الرصه عشان كانت عايزه اوسع لنفسي شويه، هتشوفوها في الفيديو دلوقتي. اهو زي ما انا شفتوا كده رحت مدخله الزيت كله جوه، وحطيت كده الصلصه بعديه، وبعد كده حطيت بقى ايه علبه المرقه من بره. نزلت برضو زي ما انتوا شايفين على الرف التالت كده حطيت فيه سكر التموين. طبعا سكر التموين ده على قد ان هو غامق بس حلو جدا جدا في ان هو بيسكر الحاجه. آه مش بتستهلكي منه كتير زي السكر الابيض ده. بس السكر الابيض بيبقى ليه برضو مميزاته ان هو بيبقى عايزين مثلا شربات فاتح، بيبقى ليه استخدامات يعني، فاهمين قصدي. اهو زي ما انتوا شايفين كده انا رصيت الابيض في ناحية والغامق الناحية التانية. هحط كمان معاهم علبة السمنة. هو الدولاب كده لما ترص بقى شكله حلو ومنظم، وتفتحي كده تاخدي منه الحاجة من غير ما تحسي ان في كركبة ولا ان انتي حطيتي الحاجات فوق بعضها ولا حاجة. هنا برضو عملت تعديل كده بسيط، حطيت الحاجة دي فوق بعضها عشان احط بقية الحاجة. يعني لقيت الفول لسه عايز يتحط والعدس الاصفر والعدس بجبة. طبعا يعني لو نفسنا جات لنا كده ان احنا نعمل طبق كشري في رمضان مش هيقول لا، يعني احنا عارفين طبعا ان معظم محلات بتوع الكشري بيقفلوا في رمضان، احنا نعمل حسابنا بقى. زي ما انتوا شايفين دي بقى الحاجات اللي بقت معايا. ما فتحتش باكيتة السكر اللي هناك دي علشان قلت لا خليها بقى، خليها مقفولة كده لما ان شاء الله نفضي شوية من السكر نبقى نرصها هي. والسمنة هحطها للاستعمال الحالي دلوقتي، والجبنة في التلاجة، وكمان البيض هحطه هرصه في التلاجة. زي ما انتوا شايفين ده الشكل النهائي، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.